اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم جيتكم بطريقة عمل العصبين التونسي، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بطريقة التحضير. هنا خذيت الخضرة قصيتها الكل، سلق ومعدنوس وشبت وكزبر وغسلتها خليتهم يستقطروا بالكدا. هنا صبيت الخضرة باش نحط عليها باقي المكونات. هنا صبيت الكبدة واللحم والقلب، لوازم العصبين معناها الكل، وعين دوارة والكل. حطيت البصل وثوم، راس ثوم كامل تقريبا زوز رص بصل. صبيت الزيت، هنا حطيت مغرفتين هريسة عربي، العصبين معروف عليه بالهريسة العربي يجي بنين، وفوحت فلفل اكحل وكركم وملح وفلفل احمر وتبل وكروية الفحم تاع العصبين التونسي اللي معروف عليه، وملح وكتفوحوا بالكدا لفاه، وكركم غرفة كبيرة كركم. اللي يحب الشعار ما انا الطماطم ما نحطش فيها، والحمص ما نحطش فيه، والنعناع الشاي مش برشا نعناع خاطر يجي يمرر معناه، وتحطوا فيه اللحم والكبده والقلب. وهنا حطيت الروز بعد ما غسلته زاد، حطيت الروز. اللي يحب حار معناه يزيد الهريسه، واللي ما يحبش ما يحطش برشا هريسه. انا الطماطم ما نحطش فيه الحقيقه تاع العيد، والحمص زاده ما نحطش فيه، عباد تحط فيه حمص وعباد ما تحبش، كل واحد كيفاش يعمل. يعني انا زدت اللحم، حسيته شويه زدت اللحم. تو بعد ما خيطنا الكرشه توا هكا كيف تري قاعده نحشيو فيها. الحقيقه جاي منين على الاخر. تو نهار نهبط لكم طريقه عمل كسكسي بالعصبين. الشبت والكزبر زادا يفوحوا العصبين بالكدا هكا. بعد ما حشينا تبارك الله طيحنا بالكدا. شوفوا كيفاش جاي، عملت زادا كعبات جويدين، هذوما كعبات خشين. هذه العصبين متاعنا حضر. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلامة في فيديو قادم.